مشاهدينا في متابعة مستمرة للقضية التي أثارت الرأي العام والجالية المغربية بإيطاليا، وهي قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير بمدينة بولونيا. هذه القضية اليوم كتعرف منعطفا حاسما وتطورات في غاية الأهمية، بحيث هناك معطيات طبية وحقائق جديدة بدأت تخرج للعلن بعدما شرعت السلطات الإيطالية في إجراء التشريح الطبي لجثة الراحل. الفحوصات الأولية كشفت عن سيناريو ثقيل جدا تحدث توقيف الراحل عبد الرحيم فقير، بحيث أظهرت النتائج التقييم فرضية الوفاة بسبب اختناق حاد إثر امتلاء الرئتين بالدم نتيجة ضغط شديد ومستمر على الصدر الضحية، وهو فوق الأرض لأكثر من 5 دقائق متواصلة. هذه المستجدات الطبية تأتي في وقت يسود فيه الغضب والاستنكار، خاصة بعد تسريب مقاطع فيديو جديدة يظهر فيها رجال أمن بولونيا وهم يقومون بتقديم الإسعافات الأولية والمحاولات لإنعاش الضحية، وهو لا يزال مكبل اليدين والقدمين، وهو الأمر الذي وضع أجهزة الأمن والجهات المختصة تحت مجر التحقيقات القضائية. مشاهدينا، في الختام كيبقى الرهان الأول والأخير على مسار التحقيقات القضائية ومدى شفافيتها لتحديد المسؤوليات الكاملة. غادي نبقى معكم في متابعة مستمرة وتغطية دقيقة لجميع التطورات والتحقيقات القضائية الخاصة بهذا الملف، حتى تتضح الصورة الكاملة وينال كل ذي حق حقه. رحم الله الفقيد عبد الرحيم فقير وألهم ذويه وأسرته الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.